صباح الخير. تعالوا بقى اوريكم الحاجات الحلوه اللي انا حكيت لكم عليها. ادي واحده، 2، 3. دي اللي انا وريتها لكم امبارح. دي الجنينه اللي انا عندي فيها كل الحاجات الحلوه دي. واحلى واحده بحبها قوي 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 اللي هي دي صباره النونو. اللي بقى بيجيب لي كل الحاجات دي حبيبي ايموني. يعني ممكن اللي متابعنا على الانستجرام هيشوف الحاجات دي، او هيشوف مين، او هيشوف ان انا يعني بمنشن في الستوريز. فهو من الناس اللي خلاني اركز قد ايه الزرع بيفرق في نفسيتك، او بيخليك انت تحس ان المكان اللي انت فيه اهدى واريح، وحتى لو مكان صغير ممكن تقلبه مكان واسع spiritually، يعني روحانيا انت حاسس فيه بالراحة والبراحة. فحبيت اشير ده معاكم يعني. ويلا نبتدي الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، هتلاقوه في الجزء التاني بعد ده على طول. قبل بقى ما هبتدي لكم الفيديو حبيت اوريكم الميكنج بتاع الفيديو. انا قاعدة هنا، وطبعا بن العبيط هتلاقيه هيطلع معايا في الفيديو كتير. وهنا المكان اللي انا قاعدة بصور فيه، وده هنا الستاند قاعده بصور بيه. حبيت اوريكم قبل ما بصور الدنيا بتبقى عامله ازاي. هلو النهارده بقى بصور لكم من الجنينه. النهارده الموضوع سبايسي قوي، موضوع للولاد اكتر. هتكلم مع كل راجل بيعاني من ان هو مش فاهم سيكولوجيه المراه، وان هو بيعاني من ان هو بيدخل ريليشن شيب مع واحده وبيحس ان هي فجاه مش عايزاه او مش انترستد زي الاول، او بتديله ساين في الاول انه انا انا معجبه او انا مهتمه، وبعد كده فجاه ممكن تختفي. ممكن تكون بتكلمه في الاول وتبينه ان هي اوكي انا عايزه ادخل في العلاقه دي، بس بعد كده توقف تماما وتبقى مش انترستد، وتبقى عايزه تختفي من العلاقه دي. ليه ده بيحصل؟ وليه انت مش فاهم سيكولوجيه البنت؟ ليه لما بتروح تقول لواحده دايركت انا معجب بيكي وعايزه اتجوزك ممكن ترفض وممكن تهيزيتيت؟ وليه لما بتبقى باد بوي برضو مش عاجبها؟ في الاول انت عايز تتارجت الستاندردز، الهاي ستاندردز بتاعتك ازاي للانثى اللي انت عايزها. لو انت عايز علاقه فعلا متزنه مع واحده تريحك، مع واحده تكون يعني بتتعامل ككوين، يعني ملكة برنسس، تكون بتريحك، تكون فرفوشة مش نكدية، تكون مش بتستنزفك ماديا، تكون متفهمة، تكون بتحتوي، تكون بتعرف ترعى كويس سيكولوجيتك كرجل والمراحل المختلفة اللي انت ممكن تكون بتمر بيها معاها. فمبدئيا انت بتحدد انت عايز تجذب ست عاملة ازاي، ولازم يبقى ده في دماغك عشان تعرف تجذبها. هقولك على الاخطاء اللي ممكن تكون بتعملها، او النقط اللي تكون بتتحرك منها من جواك فبتخليك تجذب انثى بتعمل كل الحاجات اللي انت مش عايزها دي، وعكس الهاي ستاندردز، او حتى الانثى اللي بالستاندردز بتاعتك تكون مش بتجذبها. لا، هخليك تعرف تجذبها لو عالجت النقط اللي احنا هنقولها. اول نقطة ممكن تكون انت بتعملها مش صح، هي انك انت تكون بتنجرف ورا الانثى اللي بتقعد معاك في اول قعدة او في اول ديت او لسه بتعرف عليها، بتبوش ان انت تظهر انت امكانياتك المادية عاملة ازاي. بتبوش ان انت يعني ممكن تطلب منك طلبات انك انت توصلها وتجيبها وتوديها، او تجيب لها هدايا، او مش عارف تبعت لك صورة ايه على امازون وتقول لك الشنطة دي من جوتشي حلوة قوي. يعني بتبوش ان انت تجيبها لها، او انك تشو انت ازاي هتبروفايد هير بالامكانيات الماديه بتاعتك. لو انت بتنجرف للحته دي لمجرد ان انت عايز تبقى في العلاقه دي، فانت صدقني بالنسبه للانثى دي بتنزل من نظرها وهتستنزفك لفتره وهتخرج من العلاقه، لان هي طبعا ما عندهاش يعني مش ستيبل وبتتحرك من نقط خوف. فالانثى حاجتين، ده برضو للبنات. الانثى حاجتين، في فرق ما بين، انا قلت قبل كده ان الانثى اهم حاجه انها تستقبل، طاقه الاستقبال عندها عاليه، بس تستقبل امتى وتستقبل ازاي؟ تستقبل بسلام، وتستقبل بعد ما ناخد خطوات
جاده في العلاقه بتودينا للعلاقه اللي فيها استمراريه. فانا بستقبل هنا هدايا، بستقبل امكانياتك الماديه، امكانياتك العاطفيه، امكانياتك اللي بتوفر لي الحمايه في البيت، اللي بتوفر لي الرعايه، اللي بتوفر لي الاحتواء. فانا بستقبل حاجات كتير قوي وبتحرك من نقطه سلام مش خوف. الأنثى التانية بتستقبل ان انا خايفة، فانا عايزة امن نفسي ماديا واشوف الراجل ده هيقدر يوفر لي حياة مادية عاملة ازاي، عشان انا اتكلم قدام صحابي، عشان انا ابان في مستوى مادي معين، عشان انا طول الوقت احمي نفسي بالصورة المادية دي. ففي فرق ما بين الست اللي بتستقبل بسلام والست اللي بتستقبل بخوف. فانت عايز تجذب انهي؟ ما تنجرفش وراء الحتة اللي الست ممكن تزنقك فيها وتخليك تطلع وريني اللي عندك عشان انا اقبل بيك او لا. فانت ما بتنجرفش ورا الحته دي. النقطه الثانيه انك انت ممكن تكون وانت صغير اتعرضت، يعني دي نقطه للاويرنس بتاعك او للوعي بتاعك، لو فهمتها بتتحرك من نقط مختلفه. انك انت ممكن تكون وانت صغير كنت بتتعرض للمقارنه كتير بينك وبين اخواتك، بينك وبين اصدقائك، او بتتعرض للمقارنه بشكل في العموم. فبالتالي انت دلوقتي بتقارن نفسك بينك وبين اي شخص تاني عنده عربيه BM وعنده موبايل ايفون وبيروح يسهر وبيروح يقضيها وبيروح يصايع ومقطع السمكه وديلها او بيعرف بنات. فانت بتقف كده تبص عليهم وتقول هو انا هاجي فين في دول؟ فاكيد انا مش هجذب البنت اللي هي شيك وشكلها حلو والستاندردز اللي انا عايزها، لانه انا مقارنه بالناس اللي هي بتعرف تشو اوف وعندها امكانيات كتير ماديه وظاهريه، انا مش هاجي جنبهم حاجه. فانت لو بتحط نفسك في الحته دي وطول الوقت بتقول انا مش هعرف اوفر ده للبنت اللي انا عايزها، وبتقارن نفسك بواحد تاني، صدقني مش هتجذب الست اللي انت محتاجها او اللي انت عايزها. فانت ساعتها مش هتلاقي نفسك بتخش اصلا حتى في تجارب عاطفيه او بتكتشف نفسك في اي علاقه عاطفيه او بتجذب انثى انت عايزها، لانك انت طول الوقت حاطط نفسك في مقارنه. فبطل خالص انك تقارن نفسك وتحرك من نقطه ثقه ومن نقطه الذكوره. الشخص الراجل اللي عنده ذكوره قويه هو بيبقى عنده ثقه في النفس عاليه وعارف انه امكانياته في الارض كبيره جدا، وربنا ممكنه في الارض وعنده امكانيه ان هو يهد الدنيا ويهد جبال. هو الذكوره هي القوه والحمايه وهي العطاء. فالراجل لو عارف النقط دي كويس قوي جواه بيعرف يتحرك من نقطه ان هو ما يقارنش نفسه بحد، ويعرف امكانياته كويس، ويعرف ان هو يبقى قاعد واثق من نفسه من البنت دي ومش شاغل نفسه باي حاجه تانية، وعارف ان هو كده هيعرف يكفيها. فلو انت بتتحرك من النقطه دي هتقدر تجذب البنت اللي انت عايزها. ثالث نقطه وهي انك انت دايما جواك انه اي واحده ممكن تنفع، اي واحده ممكن اتجوزها، اي واحده اقابلها اشوفها بتتكلم حلو وبتتكلم بطريقه لطيفه وبتلبس حلو وجميله، من غير ما انا ادي لنفسي فرصه كبيره ان انا هوافق عليها او لا، بقول تنفع. ليه؟ لان انا خايف ان انا ما بقاش مع حد، خايف ان انا ابقى وحيد، خايف من ان انا ما اتجوز. فاي واحده اقعد معاها اشوفها بتعمل كام حاجه بس من البيزكس اللي انا عايزهم، مشاعري بتتحرك، ضربات قلبي بتزيد وبقول هي دي. فلو انت جواك الاحساس ده انت بتبعت للسبكونشس مايند بتاع الانثى اللي انت بتتكلم معاها انك انت مش لاقي حد. والانثى بتحب ان هي تكون حد اختارها ضمن كتير، اختارها عشان اختارها عشان هي بس اللي عجبته، لكن ما بتحبش الاحساس بتاع انا اللي كنت موجوده او انا اللي كنت متاحه. بالذات الست الذكيه، الست اللي عايزه تهتم بنفسها وجميله وبتحب نفسها وبتحب الحياه، بتحب تخلي الراجل اللي هيكون بتاعها اختارها من وسط كتير. هو اختارها، هي عجبته لوحدها، مش عشان هو عايز يتجوز، ولا عشان هو خايف ما يتجوز، ولا عشان هو خايف يعيش لوحده، ولا عشان هو عايز يسلي نفسه. مش بتمشي ورا الاحاسيس دي او الطاقات دي، لا هي عايزه راجل متزن واثق في نفسه، اختارها هي من ضمن كتير. رابع نقطه، انت طول الوقت في الحياه بتصحى من النوم عايز تنجح، عايز تجيب فلوس، عايز تكون في بوزيشن عالي، عشان خاطر حاسس بالنقص وعايز تثبت حاجه، وعشان برضو بتقارن نفسك في النقطه الاولانيه انه ناس كتير عندها عربيات وعندها مش عارف ايه وعندها ايه، وانا لازم اعمل ده عشان خاطر انا اثبت نفسي واجذب الست اللي انا عايزها او اكفي اي واحده، لانه انا حاسس ان انا مش كفايه. فلو انت بتتحرك من ده جواك
يعني انت لازم تسأل نفسك انت بتبذل مجهود ليه. يعني عايز تجيب فلوس وعايز تحقق ده وعايز تحقق ده عشان انت عارف امكانياتك وعارف انك تقدر تحقق، ولا عشان عايز تثبت حاجة؟ لو عايز تثبت حاجة ده برضو بتدي اشارات طاقية للكون، فبتجذب لك واحدة تستنزفك ماديا او تحسسك ان انت على فكرة هتعمل لي ايه او هتديني ايه، اصل انت مش زي فلان، اصل انت مش زي صاحبي اللي كان بيعمل لي ايه. فهتبتدي تدخلك في مقارنة او هتبتدي تحسسك انك انت اقل من اللي هي عايزاه، وهتجذب التايب ده من البنات. فعشان ما تجذبوش وعشان تجذب الست اللي احنا قلنا عليها اللي هي على فطرتها وتحقق لك حياة مستقرة، لازم تتحرك من نقطة انك عارف امكانياتك كويس قوي، وعارف ان انت على الارض قوة، وان انت على الارض تقدر تعمل حاجات كتير قوي وتحقق حاجات كتير قوي. فالست هيوصل لها الاحساس ده، او طاقتك للكون توصل فتجذب لك الست اللي ممكن تفهم الطاقه دي وتكون على الهاي ستاندردز بتاعتك وتعجب بيك. يعني هي هتحبك لان هي هتحس معاك بامكانياتك، مش هتحس معاك بانك انت ضعيف او انك انت في نقطه نقص بتتحرك منها. خامس نقطه وهي انك انت طول الوقت بتحاول تشتري البنت دي او ابقائها في العلاقه، ان انت في ريليشن شيب بتحاول تجيب لها هدايا عشان ما تمشيش. لو زعلت منك او اتقمصت تخرجها خروجه غاليه جدا عشان خاطر تخليها وتجذبها بالفلوس، او تجذبها بان انت تقدر توفر لها حاجات، او تراضيها عشان خاطر انت معاك فلوس وانت تقدر توفر لها حاجات كتير قوي ماديا. لو طول الوقت بتلجأ للحل ده لما يكون في بينكم مشكله، او لو هي بتزعل، او لو انت عايز تخلي البنت دي تعجب بيك وبتلجأ للهدايا وبتلجأ للخروجات الغاليه وبتلجأ للحاجات اللي فيها العطاء المادي بس، فتأكد ان الست دي هتستنزفك، وفي اول محطة هتسيبك وتشوف ممكن علاقة تانية، او تحسك مش كفاية بالنسبة لها وهتمشي برضه. لان الست الجوانب بتاعة العطاء او الجوانب اللي انت ممكن تملاها عندها كتير قوي، مش متوقفة ابدا على المادة. اخر حاجة هقولها، ركز على انك انت تبقى واثق في نفسك جدا. لما تيجي تتعرف على بنت اعرف امكانياتك كويس قوي، ما تروحش ورا اي واحدة وما تشوفش اي واحدة تنفع. حسس البنت اللي قدامك انك انت تقدر تحتويها ماديا وعاطفيا ومشاعريا واستقراريا، لان البنت بتحب الراجل اللي معاه الامان، اللي تحس معاه بالامان. فانت عندك احساس انك تقدر تبروفايد ده، مش محتاج تثبته. فزي ما بيقولوا اللي بيعمل ما بيقولش، اللي بيعمل ما بيقولش، ما بيحاولش خالص من جواه يتحرك من النقطه دي. هو قاعد ثابت عارف ان الست دي هتعجب بيه، لان انا عارف امكانياتي ان انا هعرف احتويكي. وخلي بالك الست قويه قوي في الاستشعار، بتعرف تستشعر الطاقه اللي جواك من غير ما انت تتكلم. فانت حتى مهما تكون بتعمل وانت جواك عكس اللي بتعمله، خايف من حاجه معينه، ده بيوصل لها كويس جدا. بعد كده بتلاقيها بعد فتره بتبتدي تبعد او بتبتدي تستكشف انك انت مش الشخص المناسب. كنت مبسوطه قوي ان انا معاك، اشوفك في حلقه تانية. الحلقه الجايه بقى هقول لك ايه التركات اللي ممكن تتعامل بيها مع الانثى اللي تخلي العلاقه مستمره وفيها انسجام وفيها سعاده، وهقول لك ازاي ممكن تجذبها اكتر كل فتره، وكل فتره العلاقه دي تتجدد، او يخلي البنت دي ما تبصش بره. عشان خلي بالك الموضوع ده موجود جدا، انه الراجل للاسف بعد ما بيرتبط وبعد ما بيبقى العلاقه فيها stability بيبطل يعمل حبه حاجات. فالانثى لو عندها حبه حاجات برضو ناقصه او مش بتعرف تظبطها مع نفسها، ممكن غصب عنها تبص لعلاقه بره، او تخلي العلاقه دي مش سعيده، لانه هي في حاجات تانية بتضغط عليها. والانثى حاجات كتير قوي 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 معقده. فهقول لك على تيبس اند تريكس كده ممكن تساعدك انك انت تخلي العلاقه دايما احسن، وتعرف تتعامل معاها ان شاء الله باحسن الطرق وباسهل الطرق. اشوفك في فيديو تاني. كانت معاك هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر وديتوكسين كونسلتنت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وتبعتوه لاكبر عدد من الناس عشان ناس كتير تستفيد. وابعتوا لي على انستجرام او في الكومنتس، برد على كل الناس. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.